السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. ان شاء الله عندنا مشروع. المشروع هذا مبني على تكثيف لعبة كرة القدم من القبل والى البعد. تكثيف لعبة كرة القدم من القبل والى البعد. انا عايز جمله مفيده، قول لي جمله مفيده عشان افهمك. ده انجليزي ليه يا مرسي؟ هو مشكل المشروع كيفاه كان. احنا المشروع تاعنا بنيه على لا ديتيكسيون دي زيترونجي، لا ديتيكسيون دي زيترونجي، لا ديتيكسيون دي زيترونجي، لا ديتيكسيون دي زيترونجي. انا بيني وبينك مانيش عمري ما نكون راضي على هذا النوع من الاخر. هذه هي هذاك جينا بقات 6 شهور على المنافسه، ما نقدرش نديروا تغيير جذري للاخر، ولكن حنايا في البرنامج تاعنا اننا نخدم على العمل القاعدي. والدليل على ذلك بدينا ديجا نخدموا باه نديروا اكاديميات. مثل ما شفتوا خوتي، هذا هو رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفزاف. سابقا كان يقول لنا باللي راهو البرنامج نتاعي هو تكثيف كرة القدم من القبل والبعد. تكلمنا هذه العبارة واللي بدا بها الحملة نتاعو، تكلمنا في وقتها قلنا هذا يراه بالطريقة هذه وبالمصطلحات اللي راهو يقول فيها سوف يدخل التاريخ من أوسع أبوابه. سوف يدخل التاريخ من أوسع أبوابه. كأول رئيس اتحادية يطلق لنا مصطلحات غير موجودة في قاموس كرة القدم وفي قاموس تسيير كرة القدم. لكن كاين اللي دافعوا عليه وكاين اللي قال لك لا وعنده حق وتكثيف ولازمنا نكثف، وما فهمش وش هو التكثيف. لكن ما علينا، فاتت حقبة التكثيف وفاتت الأشهر نتاع التكثيف. الآن خرج بكلام البعض اعتبره أخطر كلام من رئيس اتحاد جزائري لكرة القدم، وما لازمهاش تفوت بالساهل. كيفاش يقول اللاعبين الجزائريين أجانب وكذا؟ شوف، أنا راح نتكلم بموضوعية، مانيش المحامي نتاع زفزاف وما نتكلم إلا بضمير، ونتكلم وش يعني قراءتي للكلام نتاعو. جهيد زفزاف كان يعمل في الاتحاد الجزائري السابق في عهد زطشي مدة قليلة، ومن بعدها أنهى زطشي المهام نتاعو، وقبلها اشتغل مع الحاج محمد روروة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. جهيد زفزاف أول ما اشتغل مع روروة داخل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كماناجير للمنتخب الوطني. الأخطاء نتاع زفزاف ما كانتش تبان بكل صراحة، لأنه ماهوش هو اللي خطط، هو ممكن ينفذ، لكن المخطط هو رئيس الاتحاد السابق الحاج محمد روروة، هو اللي هندس، هو اللي خطط يدير كل شيء، هو ينفذ فقط. ودائما يرجع للرئيس نتاعو اللي هو الحاج محمد روروة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. يعني زفزاف لما اخذنا عليه نظرة يبان لنا باللي مسير ممتاز. لماذا؟ لأنه ما درش أخطاء، يعني حتى ولو كان أخطاء قليلة ما تبانش، يعني أخطاء منعدمة إن صح القول. مادام أخطاء منعدمة يسير مليح، مسير ناجح. وبالتالي كان مع رئيس الاتحادية الحاج محمد روروة في وقت كانت الاتحادية الجزائرية في قمة الاحترافية. إذن الناس كامل ولا الصحافة ولا الجمهور الجزائري لما يشوف زفزاف يقول باللي زفزاف خدم مع روروة، يعني راهو مسير ناجح. هذا النظرة اللي كامل كالجزائريين كانوا ماخذين نظرة على زفزاف انه مسير ناجح، يعني نظرة ايجابية. كامل كلنا كنا مدين نظرة ايجابية على زفزاف، لانه بخلاف انه اشتغل مع روروة ما كانش عنده اخطاء بزاف، ممكن منعدمة الاخطاء، لان كل شيء كان يخطط له روروة. اذا ما كانش يعني اخطاء باينة. من بعدها اشتغل مع عمارة كماناجير، ايضا ما بانش اخطاء بزاف. نهضر بكل صراحه، ممكن يعاب على زفزاف في وقت عماره قضيه قسامه.
نقطه ورجع سطر. هذا ما كان يعني الغلطه اللي دارها هي قضيه قسم، غلطه كبيره صراحه، لان افريقيا تمشي كيما هاك بالكواليس، حبيت ولا كرهت، هذه الحقيقه. ما تتغرش بهدف لصفر اللي سجلته لبرا. هنا حاجه اسمها الكواليس الافريقيه ولا التحكيم الافريقي. لكن زفزاف امشى، رانا رابحين 1-0، الكاليفيكاسيون ضمناها في الجيب، كاس العالم في الجيب، وصرا اللي صرا بدون ان ننسى انه ايضا احنا عندنا جزء كبير من المسؤوليه تاع الاقصاء، سواء اللاعبين او الطاقم الفني او كامل او حتى الاتحاديه كامل نسيروا في الاقصاء. هنا تبان العيب نتاعو زفزاف. لكن تقدر مع يعني كي يكون مع رئيس اتحاديه اخر محترف تتغطى هذه الغلطه هذه وتفوتها، يعني نقدروا نتغاضوا عليها. لكن لما يكون رئيس اتحاد الجزائري لكرة القدم أو رئيس اتحادية، هنا الأمور تختلف تماما. جهيد زفزاف ما يعرفش يتواصل مع الإعلام. جهيد زفزاف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ما يعرفش يتكلم مع الإعلام الجزائري، ما يعرفش يتكلم مع الإعلام بصفة عامة. عنده اللغة ناقصة ضعيفة وخاصة في المصطلحات، ما يعرفش يوظف المصطلحات. جبت لك بالدليل تكثيف كرة القدم من القبل أو البعد. جملة هذه ما عندها حتى محل من الإعراب، جملة ما عندها حتى محل في الصياغة. وكيفاش تصوغها؟ اسكو كاين في قاموس التسيير تاع كرة القدم، اسكو كاين في قاموس كرة القدم تكثيف كرة القدم من القبل أو البعد؟ هو قالها ما يعرفش. من بعدها زدنا نسمعوا لو جاء انسان اخر ما يعرفش زفزاف يقول لك هذا راهو رئيس اتحاديه عنصري. بكل صراحه اي رئيس اتحاديه تونسي ولا المغربي ولا المصري كي يسمع باللي رئيس الاتحاد الجزائري يقول على اللاعبين الجزائريين اجانب يندهش، صراحه يندهش. رئيس اتحاديه تاع الجزائر يقول على اللاعبين تاعو اجانب، سي با نورمال، هذا امر غير منطقي. لكن انا بالنسبه لي عادي، ونعرف زفزاف لان زفزاف ما يعرفش يتواصل، ما يعرفش يتكلم. ماهوش يقصد انه اجانب يعني اجنبي، يقصد اللاعبين المغتربين، بصح ما يعرفش. انا قلنا لكم ما يعرفش. لكن الان الاشكاليه ما جاتش في غير ما يعرفش يتواصل ويخدم ويجيب البليس للكرة الجزائرية ويجيب الإضافة للكرة الجزائرية ويدافع على مصالح الجزائر ويدافع على الجزائر في الكواليس في إفريقيا. هاو حقون تحولوا الله يسهل ديروها. ما يعرفش يهدر سيدي على بالإشارات بصح هاو حقه الأقل دافع على الجزائر. لكن جهيد زفزاف ولا دافع على الجزائر ولا جاب حق الجزائر ولا يدافع على الجزائر في الكواليس ولا طور كرة القدم الجزائرية ولا راح يطور كرة القدم الجزائرية ولا راح يدافع على الأندية الجزائرية. إذن زيد فوق هذا ما يعرفش يتكلم، هذا كامل، وزيد لهم ما يعرفش يتكلم مع الصحافة. هذا هو كي قلنا لكم باللي ما يعرفش ما يعرفش لا غالب. الزفزاف كان قوي كي كان عنده اتحادية قوية، كان موظف داخل اتحادية قوية وقمة الاحترافية، ما تبانش الديفوات تاعو بزاف وما تبانش العيوب تاعو بزاف. الآن عاد العيوب واضحة بكل صراحة. إذن أنا باش نتهم الرجل أنه عنصري وهذا الكلام كيفاش يقولوا رئيس اتحادية ويجب محاكمة، لا أنا شوف بكل صراحة مانيش المحامي تاع زفزاف، باش الناس تفهم مانيش المحامي تاع زفزاف، وما زلت ننتقد في زفزاف التسيير تاع، مش نحكي على الشخص مع احترامي ليه. لكن بكل صراحة الرجل ما كانش يقصد، باش نكونوا صراحة ما نقطعوش على الرجل، يعني بصراحة باش نطيح عليه بصراحة هذا الدخول في النية تاع الرجل. أنا متأكد ومتيقن بلي الرجل ما يعرفش يتكلم فقط، هذا ما كان ماهوش قاصد باش يقول أجانب يعني أتم معنى الكلمة أنك تقول على الجزائري أجنبي، هذه راهم ما يعرفش يهدر باش يقول لاعبين المغتربين قال اللاعبين الأجانب، هذا ما كان. بصح لما تشوفها في كاتبينها في قناة ولا في التلفزيونية وكاتبين لك لاعبي الجزائري الأجانب بزاف، لكن هو ما يعرفش يتواصل بكل صراحة. إذن سقطة أخرى نتمنى إن شاء الله تكون إصلاحات عميقة وإصلاحات في الكوادر الجزائرية، ولما يكون
منصب حساس كما منصب رئيس اتحاديه يكون الكفاءه واللي يكون الانسان القادر يقدم الاضافه للكره الجزائريه. بكل صراحه زفزاف ما كانش قاصد يعني حاجه اخرى، ولا كان ما يعرفش يهضر الله غالب، ما كانش قاصد انه بيجي يقول اجانب لاعبين اجانب جزائريين اجانب، زله لسان الله غالب ما يعرفش يتكلم مع الصحافه. لكن نتمنى ان شاء الله انه تكون اصلاحات حقيقيه، رجل مناسب في المكان المناسب، هذا ما نتمنى. لكن بكل صراحه عندنا اتحاديه ضعيفه 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 اقصى حد. اذا في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.